دي بقى طريقة سهلة ولذيذة للفراخ المقلية والبانيه خصوصا، واستخدمت هنا دبابيس الفراخ وشرايح بانيه كمان. لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي أحمد، مهندس مش شيف، بس الطبخ ده لعبتي وبقدم المحتوى ده. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة، ويلا بينا نبدأ وما نضيعش وقت. عايزكم تنسوا بقى كل طرق البانيه اللي انتوا عملتوها قبل كده، وكل طرق الفراخ المحمرة. التتبيلة ديت بقى انتوا لو جربتوها هتستخدموها في كل حاجة هتيجوا تقلوها بعد كده من الفراخ، والطعم ايه حكاية. وتعالوا نجيب الموضوع من البداية. أول حاجة هبدأ بيها هي الدبابيس بتاعة الفراخ. أجيب بس الدبوس كده وأبدأ إن أنا أفتحه كده، وأحاول إن أنا أسلك اللحم كده من على العظم. السكينة دي مش هعمل. نعمل واحدة كمان، نوسع كده اللحم من على العظم، نبدأ نفرده شوية كده. نيجي على الجنب التاني برضه، نسيب بس جزء من اللحم كده لازق مع العظم علشان يمسكوا شوية، وبس كده. نشيلهم بقى كده على جنب، ونبدأ نجهز خلطة البريدنج بتاعنا. هنزل بشوية دقيق، شوية ملح، فلفل اسود، بابريكا، سنة كزبرة صغيرة، بهارات برضو سنة صغيرة، وشوية كاري، وتوم وبصل بودر، ومعلقة نشا. نخلط بس كده كله مع بعضه الأول قبل ما نحط المية، وده عشان اتاكد ان التوابل اتخلطت كويس بالدقيق وما يحصلش اي تكتلات للتوابل لما انزل عليها بالميه. بعد كده هننزل بالميه، هنزل بجزء من الميه واقلب. انا عايز قوام الخلطه يكون تقيل الى حد ما، بحيث انه يمسك في اجزاء الفرخه لما انزل بيها في قلب الخلطه. اهم حاجه في الخلطه ان هي يكونش فيها اي حتت مكلكعه، وتكون تقيله شويه. يعني مش لازم نزود ان احنا نزود الميه زياده عن اللزوم علشان ما تبقاش خفيفه خالص. نزود بس سنه ميه شويه كمان. هنجيب بقى شوية بقسماط مطحون مبهرين شوية صغيرين خالص، وممكن ما يبقاش مبهر خالص. البقسماط ده عيش محمص، عيش فينو محمص ومطحون. ممكن تتبلوه بأي بهارات خفيفة كده وتستخدموه في البريدنج بتاعكم في الآخر. نبدأ بقى ننزل بالوراك بتاعة الفراخ. أول حاجة نغرقها، ونغرق اللحم بتاعها كله. خلي طبقة البريدنج ديت تخش جوه كل حتة في قلب اللحم، بس كده. نطلع منها على طول نخش على الكريسبي. نقلبها كده تقليبه خفيفه. هنحاول نغطي كل الدبوس بالعيش المحمص ده، وبس كده. وممكن نستخدم نفس الطريقه ديت لشرايح البانيه برضه. هننزل كده في قلب التتبيله بتاعه البريدنج، نطلع منها. شكلها جنان، يعني تتاكل من غير ما تستوي حتى. وبس كده. هندخلها التلاجة لمدة ساعة ساعتين علشان تشد نفسها شوية، وبعد كده هنبدأ نقلي. وعقبال ما نحطها في التلاجة نبدأ نعمل صوص السويت شيلي. وعلشان بقى نعمل صوص السويت شيلي هنجيب الفلفل القرون ده اللي هو الناشف ده، الأحمر الناشف ده. هنجيبه من عند العطار. هنجيب حوالي، أنا جايب حوالي 50 جرام يعني كميته بتبقى كبيرة جدا يعني. نجيب بس أهم حاجة كده إيه، نفرطه. طبعا الكمية على حسب الحرقية اللي انتوا عايزينها. هنفرط بقى شوية كده، هنطحنهم طحنة خشنة في الكبة. بس خلي بالكم بقى. بعد كده هنجيب ربع كوباية مية، وهننزل عليها بمعلقتين نشا. هندوب النشا كويس في قلب المية، وبعد كده نخش على التسوية. هنزل بحوالي ربع كوباية سكر او 3 معالق. السكر اول ما يبدأ ان هو يدوب كده، انا عايز بس ايه اديله سنة كرملة كده علشان يدي التسكيرة بتاعته كويس. وبعدين هنزل عليه بنص كوباية مية. ممكن نحط المية والسكر على طول من غير ما نكرمل السكر، بس انا عايز من كرملة السكر اللون اللي انا شايفه دلوقتي. السكر بدأ يدوب اهو. هنزل عليها بسنة ملح. هنزل ب3 فصوص توم مهروسين. التوم بدأ ريحته تطلع. هنزل على طول بالفلفل، وبعد كده ما نبدأش نشم بقى. اول ما الفلفل ينزل مش هنبدأ نشم خالص عشان ما يقعدش ينكح. وبعدين هننزل بالنشا. الصوص لو لقيناه تقيل شوية ممكن نزود شوية مية. انا بقى بعمل الكمية ديت وبشيلها في التلاجة، بستخدم منها وقت ما احب. وبس كده. نرفعه من على النار، نسيبه يبرد براحته. بصوا كده الفراخ بقت جاهزة على طول. نهدي النار عليها لحد ما تستوي. هسخن الزيت كويس في الأول،
وبعد ما انزل بقطع الفراخ ههدي النار اخليها متوسطة عشان تستوي كويس. الدبابيس بتاخد حوالي من 7 ل 10 دقايق، وشرايح البانيه ما بتزيدش عن اكتر من 5 دقايق بالظبط. ولما نطلعها من الزيت بلاش نحطها على مناديل مطبخ عشان نحافظ على القرمشه بتاعتها، ويفضل ان هي تتحط على شبكه عشان تصفي الزيت منها. وده الشكل النهائي، شكلها وريحتها ما حصلتش. يلا بينا ندوق. بسم الله. جامده قوي، الفراخ من جوه مستويه وطعمها جنان. طب ندوق بقى البانيه اللي ما اخدش تسويه اكتر من 5 دقايق. نجربه بقى في سويت شيلي. الله، جامد. بس حراق. ناخد بقى ايه من ده، نغرق كده هنا. الله، بجد بجد طعمها ما حصلش. انصحكم تجربوه، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتمنشنوا لحبايبكم اللي هتاكلوهم دبابيس الفراخ البتر فلاي والبانيه بطريقه البريدنج ديت. اشوفكم في فيديو جديد.